ازيكم؟ انا برسوم كرم، متخصص في مجال الاخبار واحصائيات كرة القدم. فيديو النهارده اتكلم فيه عن تفاصيل صفقة اللعيب اندرسون تاليسكا، وطبعا انتقاله اخيرا الى نادي طبعا فنربخشة التركي في الساعات اللي فاتت. وخلاص نادي فنربخشة التركي اعلن فعلا في الساعات اللي فاتت انضمام اللعيب اندرسون تاليسكا. وطبعا اللعيب هو راح تركيا للمرة الثانية. المرة الأولى طبعا كانت مع نادي بشكتاش، طبعا منافس شديد جدا لصالح طبعا فنربخشة التركي. بخصوص المرة الثانية، هل نادي بشكتاش كان بيرغب في ضم اللعيب طبعا اندرسون تاليسكا للمرة الثانية في فترته مع نادي النصر ولا لا؟ وطبعا هل نادي فنربخشة التركي كان بيرغب في ضم اللعيب في الميركاتو الصيف اللي فات ايوه ولا لا؟ طبعا كل ده نعرفه في فيديو النهارده، بس ده الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني ارقام تاليسكا مع نادي النصر السعودي، والموضوع الثالث تفاصيل صفقة انتقال تاليسكا من نادي النصر السعودي الى نادي فنربخش التركي. بداية مع الموضوع الاولاني، المرة الاولى اللي طبعا اللعيب اندرسون تاليسكا لعبها في الدوري التركي كانت مع نادي بشكتاش، تحديدا كان يوم 22/8/2016. في اليوم ده نادي بشكتاش اعلن بشكل رسمي انضمام اللعيب اندرسون تاليسكا. مش متذكر بصراحه وقادم من انهي نادي بالظبط، لكن اللعيب فعلا ادى، يعتبر ما لعبش 3 او 4 مواسم بالكتير قوي، وبعد كده مشي من نادي بشكتاش وانتقل بعد كده لكذا نادي. بعد كده انضم لنادي النصر السعودي. طبعا اللعيب يوم 13/8/2023 دخل نادي بشكتاش في المفاوضات للمرة الثانية. المرة الأولى هو ضم اللعيب وأمن في اللعيب، المرة الثانية دخل نادي بشكتاش في المفاوضات عشان خاطر يرجع اللعيب تاني اندرسون تاليسكا لمكانه طبعا. لكن المفاوضات فعلا كانت مستمرة ما بين بشكتاش وما بين نادي النصر السعودي. يوم 7/4/2023 نقدر نقول طبعا ان اللعيب اندرسون تاليسكا وقع على عقد جديد مع نادي النصر السعودي لحد 2026. تاني بمعنى يوم 7/4/2023 وقع اندرسون تاليسكا عقده جديد مع نادي النصر السعودي لحد 2026. ويوم 13/8/2023 قرر نادي بشكتاش ان هو يدخل في المفاوضات من اجل ضم اللعيب، مع العلم ان هو كان عارف ان اللعيب طبعا جدد له عقده اساسا لحد 2026. لكن نادي النصر هو كان عايز يجدد عقد اللعيب باي طريقه ممكنه عشان خاطر يحتفظ باللعيب. وفي الوقت ده نادي النصر السعودي رفض اي عرض هيجي من اي نادي تاني من اجل طبعا ضم لعيب اندرسون تاليسكا. كان عايز يحتفظ بلعيب اندرسون تاليسكا باي طريقه ممكنه. دي فكره طبعا الموضوع الاولاني. اندرسون تاليسكا هو في الوقت ده كان سعيد جدا مع نادي النصر السعودي، ما كانش بيرغب تماما في الرحيل عن نادي النصر السعودي مهما كانت العروض جاله. لو نادي طبعا فنربخشة التركي بعت العرض ده مكان نادي بشكتاش، هل تاليسكا كان وافق؟ تاليسكا كان هيرفض برضه ان هو ينضم الى نادي طبعا فنربخشة او نادي حتى بشكتاش اللي بعت العرض الرسمي طبعا يوم 13/8/2023. ده طبعا فكره الموضوع الاولاني. ننتقل طبعا بعد كده على الموضوع الثاني، ارقام تاليسكا وارقامه مع يعتبر مع 3 مدربين مهمين جدا طوال مسيرته في النادي. اندرسون تاليسكا طبعا اللي قعد فتره طويله جدا مع نادي النصر السعودي، واللعيب تألق بشكل ممتاز جدا مع نادي النصر السعودي. وطبعا فكره ان يرحل عن نادي النصر السعودي ما كانتش طبعا متوقعه من جماهير نادي النصر السعودي من الشهور اللي فاتت، وتحديدا كانت في 2023. بخصوص ارقام اندرسون تاليسكا، اندرسون تاليسكا مع نادي النصر السعودي لعب 104 مباراة، سجل 76 هدف، عمل 13 اسيست. طبعا اكتر الاهداف اللي سجلها اندرسون تاليسكا مع المدربين تحت ايد طبعا المدربين عموما، المدرب الاولاني هو لويس كاسترو صاحب الجنسيه البرتغاليه. سجل طبعا اندرسون تاليسكا تحت قياده المدرب لويس كاسترو 27 هدف. المدرب الثاني لويس جارسيا طبعا صاحب الجنسية الفرنسية، سجل برضو تحتيه 17 هدف. المدرب الثالث ميجيل صاحب الجنسية الأرجنتينية، سجل برضو اندرسون تاليسكا تحت ايده طبعا 13 هدف. يعني دول 3 مدربين. اندرسون تاليسكا سجل طبعا أهداف تحتيهم، أهداف ممتازة جدا، أهداف يعتبر عالية شوية. واندرسون تاليسكا كمان أنقذ نادي النصر السعودي في مباريات مهمة كتيرة جدا. وتقريبا اما افتكر يعتبر كانت في مباراه ما بين نادي الهلال الاهلي وما بين نادي طبعا النصر السعودي، كان من الشهور اللي فاتت. واندرسون تاليسكا فعلا كان انقذ نادي طبعا النصر السعودي تقريبا بتسجيله هدف او هدفين في الفتره اللي اندرسون تاليسكا
سجل فيها هدف يعتبر الإنقاذ بمعنى الكلمة أمام نادي الأهلي السعودي. في الفترة دي نادي فنيربخشة التركي كان عايز يضم اللعيب بأي طريقة ممكنة، بس ما بعتش الطلب الرسمي لصالح نادي النصر السعودي، وما بعتش الطلب الرسمي لصالح لصالح اللعيب يعتبر اندرسون تاليسكا. اندرسون تاليسكا هو سجل 31 هدف في الشوط الاولاني، وسجل 45 هدف في الشوط الثاني. دي تفاصيل طبعا اهداف اندرسون تاليسكا، وده طبعا الموضوع الثاني. عموما الموضوع الثالث والموضوع الاخير تفاصيل انتقاله من نادي النصر السعودي الى نادي فنربخشة. تفاصيل الانتقال طبعا اندرسون تاليسكا من نادي النصر السعودي لنادي فنربخشة طبعا التركي هي تفاصيل مهمة جدا، وبخصوص ان نادي فنربخشة التركي تواصل مع اللعيب اندرسون تاليسكا من الشهور اللي فاتت، مش من الاسابيع اللي فاتت، بمعنى في شهر 12، وتقريبا كان يوم 23/12/2024 في اواخر السنه 2024 نادي فنربخشة التركي تواصل الى شبه اتفاق كامل مع اللعيب اندرسون تاليسكا من اجل انضمامه لنادي فنربخشة التركي. لكن نادي فنربخشة التركي تواصل بشكل كامل مع نادي النصر السعودي من الايام اللي فاتت، مش من الاسابيع او من الشهور. من الشهور اللي فاتت التواصل شفهي كان ما بين نادي فنربخشة التركي وما بين اللاعب اندرسون تاليسكا، لكن التواصل تم بنسبة 100% في الايام اللي فاتت كانت ما بين يعتبر نادي النصر السعودي وما بين طبعا نادي فنربخشة التركي. فكره الاخبار اللي كانت متداوله في شهر 12 تحديدا بتقول ان خلاص اندرسون تاليسكا هيرحل عن نادي النصر السعودي وينضم لنادي فنربخشة التركي. طلع وقتها وكيل اعماله وقال ان اللعيب تماما مش بيرغب انه في الرحيل، بس وكيل اعماله كان بيوضح الكلام ده عشان خاطر يهدي الاشاعات، مش عايز يطلع ويقول ان خلاص اللعيب هيرحل تماما. لا، اللعيب كان متفق مع نادي فنربخشة التركي اتفاق شفهي مش اتفاق علني، زي طبعا ما بين نادي النصر وما بين نادي فنربخشة التركي. ده كان اتفاق علني في الايام اللي فاتت، وخلاص نادي فنربخشة التركي اعلن في الايام اللي فاتت طبعا انضمام اللاعب اندرسون تاليسكا قادم من نادي النصر السعودي. طبعا الصفقة هتكون تقريبا سنة ونص او سنتين في الحدود دي، صعب جدا ان هي تكون على سبيل الاعارة. طبعا اللعيب القيمة التسويقية هي تتراوح ما بين 3 مليون ل 5 مليون او 10 مليون يورو. اندرسون تاليسكا هو مواليد 1/2/1994، طوله 191 سنتي، بيلعب كمركز خط وسط، صاحب الجنسية البرازيلية. ده يعتبر مش نهاية الفيديو، اخر حاجة عموما هي فكرة تعويض اللاعب اندرسون تاليسكا، وهو اللعيب فيكتور بونيفيس لاعب نادي باير ليفركوزن. فعلا نادي النصر السعودي اتفق مع اللعيب فيكتور طبعا في الساعات اللي فاتت، يعني نقدر نقول من 15 ساعة، ومن بعديها اتفق مع نادي باير ليفركوزن. يعني الاتفاق الأولاني اللي كان ما بين نادي النصر وما بين اللعيب فقط فيكتور بونيفيس، ده كان الاتفاق الأولاني. الاتفاق الثاني بعدها بشوية ساعات كان ما بين نادي طبعا النصر السعودي ما بين نادي باير ليفركوزن. ده يعتبر فيديو النهارده تفاصيل صفقة اللعيب اندرسون تاليسكا انتقاله أخيرا لنادي فنربخشة التركي. سلام.